لو انت جاي من ريلز التوب 5 فانت بنسبه كبيره جاي تتفرج على الفيديو ده وانت مختلف معايا، وجاي تبص على اسم وجاي تدور على اسم معين في التوب 10 اللي هو باولو مالديني. وانا متاكد مليون في الميه ان ده السبب الاساسي لمعظم الناس اللي جايه تتفرج على الفيديو دلوقتي. وانا هقول لك باولو مالديني ليه ما اخترتوش في التوب 5 وايه هو مركزه في التوب 10 والسبب ايه. بس قبل ما اقول لك الترتيب وقبل ما اقول لك ترتيب باولو مالديني لازم تبقى عارف المعايير اللي على اساسها مختار التصنيف او مختار المراكز وحاطط اللعيبه في المراكز ده. وجهه نظر لما تسمع الفيديو لحد الاخر وتشوف معيار والتوب 10 هتتفق معايا بنسبه 90% او 90% من اللي شافوا من اللي هيتفرجوا على الفيديو ده. مبدئيا احنا متفقين مع بعض لو انت جاي او اتفرجت على التوب 10 لمراكز الارتكاز هتعرف ان انا معاييري ثابته دايما وهي لحد ما فير. المعيار الاولاني شموليه الادوار، وعلشان تبقى عارف شموليه ادوار تبقى لازم اتفرجت على ريلز تصنيف مركز السنتر باك، وممكن تكون جاي على الفيديو ده من الريلز ده. فبالتالي يبقى انت شفت الخمس ادوار اللي انا صنفتهم، والخمس ادوار دولت بيبقوا لهم تصنيفات وفقا للادوار التكتيكيه اللي حصلت في تاريخ كره القدم، وهم كالتالي: التصنيف الاولاني او الدور الاولاني الاستوبر، وده المدافع الاستباقي، المدافع اللي بيضغط. في الكره الحديثه بقى المدافع دلوقتي بقى المهاجم، الفريق اللي قصادك بيلعب بمهاجم واحد مش اتنين مهاجمين، فبالتالي في اتنين مدافعين دايما. الاتنين مدافعين دولت واحد فيهم بيكون مهمته الاساسيه ان هو يمسك المهاجم واسمه المساك او الاستوبر، وبيكون دايما عنده بروفايل مختلف، دايما عنده استباقي في الضغط، دايما بيقطع الكره، دايما ما بيديش فرصه للمهاجم ان هو يهاجمه، وما بيدوش الفرصه ان هو يدخل عليه في موقف واحد على واحد، بيسبق المهاجم قبل ما ياخد الكره. هو ده الدور الاستوبر. الدور الثاني اللي في نفس برضه توظيف الاربع مدافعين او المدافع الثاني جنب المدافع الاستوبر بيتسمى الكفر ديفنس، وده بالمنطق كده ده المدافع العاقل، ده المدافع اللي بيغطي ورا الاستوبر لو المهاجم تخطى روغه وحاول ان هو يروح الانفراد على حارس المرمى، فبالتالي بيكون محتاج مدافع هنا يلملم ورا الاستوبر، والمدافع ده دور اسمه الكفر ديفنس. الدور الثالث اللي يكون مختلف عن الكفر ديفنس شويه، لانك دلوقتي التعريف اللي قلته على الكفر ديفنس هتحس ان هو الليبرو، لكن هو مش الليبرو، لان الليبرو في العموم بيكون في طريقه الخمس مدافعين، هو اللي بيكون ورا اصلا خط الدفاع. لان يمكن زمان شويه قبل 1925 كان طريقه دفاعيه شويه كان التسلل مختلف عن دلوقتي بزياده لاعب في خط الدفاع، فبالتالي الخمس مدافعين والليبرو ما كانش بيكون عبء شويه على الخط الدفاع، او ما كانش بيكون عبء على التسلل، لان برضه بيعتبر ان المهاجم اللي بيكون مش اخر تاني مدافع بيكون اخر ثالث مدافع، فبالتالي الليبرو في الوقت ده مش هو المعضله، مش هو المشكله، لانك انت دلوقتي لسه عايز لاعب كمان لازم تكون متاخر عليه، فبالتالي الليبرو ما يكونش معضله من قبل 1925. هتقول الليبرو ما هو فضل بعد 1925، لان الليبرو ليه مزايا تانية ومن اهمها ان هو بيلملم ورا الخط الدفاعي لما الكره تتلعب مثلا ورا المدافعين، لو المدافعين مثلا او الخط الدفاعي بيكون بيلعب على الاوفسايد تراب مثلا بعد 1925، فبالتالي الكره بتتلعب ورا خط الدفاع، فمحتاج لو المهاجم سريع وبادوار ادفانسز فورورد وعنده بروفايل السرعه فممكن يخطف الدفاع ده وممكن يوصل لانفرادات، فبيبقى محتاجين لاعب يلملم ورا خط الدفاع زي الليبرو، او متسمى السويبر بالانجليزيه وبالايطاليه الليبرو. والميزته الثانيه وده الاساسيه وده اللي ممكن طورت المركز ده شويه وخلت المركز ده يفضل لحد ما نشوفه في القرن 21 ان هو ليه مهام هجوميه غير المهام الدفاعيه، حر الحركه في المهام الهجوميه، ممكن تلاقيه وسط ملعب في الادوار الهجوميه، ممكن تلاقيه بينطلق، ممكن بتلاقيه في مراكز متقدمه جدا، بيكون حل دايما للي معاه الكوره في الخطوط الخلفيه وفي الخطوط الاماميه لما بيكون بيقرر ان هو يتقدم. ده بالنسبه للدور الثالث اللي هو الليبرو. الدور الرابع البول بلاينج ديفندر، وده المدافع اللي بيكون كوير، المدافع اللي مهمته الاساسيه والدور الاساسي ان هو يكون بيساعد في عمليه البناء في البيلد اب دايما. ده المدافع اللي لو انت بتدرج الكره وبتستحوذ على اللعب وبتنقل من الثلث الاولاني للثلث الثاني للثلث الثالث لحد ما توصل بدون ريكت بلاي وبدون اللعب المباشر، فبالتالي محتاج لاعب برضه بيكون عنده البروفايل ان هو يستلم الكره بارتياحيه، بيعرف يسلم ويستلم بكل ارتياحيه، وبيباصي في المساحات المناسبه وبيختار القرارات الصح. فده الدور البول بلاينج ديفندر، وده اللاعب بيكون ببروفايل معين، وهو يمكن من اشهر اللعيبه اللي قامت بالدور ده هو فان دايك
وخصوصا اللاعب ده بتحتاجه في اوقات كتير ان هو يلعب بصوره مباشره في الدايركت فوتبول او الدايركت بلاي للتلت الثالث بدون تدرج الكوره من التلت الاول للتلت الثاني في المساحه الفاضيه. شفنا كتير من فان دايك لمحمد صلاح ولدياز ولجاكبو ولمان في وقت من الاوقات. ففان دايك بيمتاز بالنقطه دي، فيمكن هو من اشهر اللعيبه اللي قامت بالدور ده او من اكتر اللعيبه اللي قامت بجوده الدور ده على في اكمل وجه، ممكن نقول في اكمل وجه. وعندك في الدور الخامس الانفيرت سنتر باك، وده دور مستحدث على الكوره، ده دور ابتكره بيب جوارديولا مع ستونز بالسيزون اللي خد فيه مانشستر سيتي دوري ابطال اوروبا. حول ستونز او الانفيرت سنتر باك في العموم بيكون في خط الدفاع عادي خالص، بيكون له ادوار عاديه خالص، ممكن من الادوار الرباعيه، من ادوار الاربع ادوار اللي احنا قلناها. لكن في الحاله الهجوميه بيتحول كلاعب تاني في وسط الملعب، بيحول السنجل بيفوت لدبل بيفوت، بيساعد في الخروج بالكره وتدرج بالكره، بيخلي ممكن طريقه اللعب او الشكل الخط الخلفي للدبليو او الام في وقت من الاوقات لو انت ب 3-2 او 2-3، فبيكون بيساعد لعمليه البناء. وفي الحاله الدفاعيه بيرجع تاني في مركزه الاصلي. وطبعا الدور المركب اللي هو بيقوم بيه ده مساحاته ما بتتحول من السنتر باك لوسط الملعب، فمساحاته يعتبر محدوده برده، مش بعيده قوي، بتتحرك في نفس العمود في الملعب. يعني بعكس لما كان اللاعب الرايت باك او اللاعب الظهير بيتحول انفيرتد فول باك او انفيرتد باك، بيكون مساحته او طريقه تحركه او الادوار المركبه تحرك قطري، فبيكون فيه شويه في الهجمات المرتده بيكون فيه خلل، وعلى ما ترجع لمكانك بيبقى يعني مساحه او مده زمنيه لرجوعك لمركزك بيكون اكبر من السنتر باك. فدي ابتكار من جوارديولا مع سونز، وقدر يحقق بيها دوري ابطال اوروبا وعمل موسم تاريخي مع مانشستر سيتي. ده بالنسبه للادوار التكتيكيه للسنتر باك. تعال بقى نتكلم على المعايير زي ما قلت لك، اللي هو شموليه الادوار. اللاعب عندي اللي بيجيد معظم اكتر عدد من الادوار دي فبيكون لي الاولويه عندي في التصنيف. الرقم الثاني او المعيار الثاني شموليه البروفايل. لازم يكون لاعب بيجيد التاكلينج، بيجيد المقاومات الدفاعيه، ضربات الراس، التغطيه العكسيه، البلايند سايد. بيكون النقطه العامه بالنسبه للمدافع ما بتكونش سهله بالنسبه له. مش اي مدافع، مش اي مهاجم بوشر او مهاجم قناص بيستغل البلايند سايد. المدافع يستغل النقطه دي عنده حتى لو هو المطلوب منه اللاعب اللي قدامه مش اللاعب اللي وراه. لكن في لعيبه او في مدافعين بيجيدوا النقطه دي، وهقول لك منهم من التوب 10 اللي هنقولهم لافضل قلوب دفاع في التاريخ. نيجي بقى برضو على الدور الثالث اللي هو بالنسبه لي الانجازات الفرديه. خدت انجازات فرديه قد ايه، وهل كنت فعلا تستحق الانجازات دي ولا لا، والبيك بالنسبه لك كان عامل ازاي. ده بالنسبه للانجازات الفرديه. نتكلم برضو عن الانجازات الجماعيه والقابك وتاثيرك للانجازات الجماعيه. والنقطه الخامسه الاستمراريه، ما يكونش عندك المده اللي انت كنت متوهج فيها وكنت في التوب مده قصيره بالنسبه لكارير لعيبه تانية. نيجي بقى نختار مع بعض التوب 10 لافضل قلوب دفاع في التاريخ. الرقم 10 بالنسبه لي، الرقم 10 هو الاسباني كارلوس بيول. بالنسبه طبعا لمشجعين برشلونه المركز ده بالنسبه لهم مركز يعني اندر ريتد. بالنسبه لهم بيول يستحق يكون في مكانه اكبر من كده، لان بالنسبه لهم كارلوس بيول ده الكابيتان وده قلب الاسد، ده اللاعب اللي كان قائد فريق او قائد العصر الذهبي لبرشلونه في بدايته مع بيب جوارديولا. وفعلا كارلوس بيول كان مش طبيعي، وخصوصا ومش بتكلم على برشلونه بس، بتكلم ممكن على المشجعين الاسبانيين عموما، لان ده واحد او لاعب قدر يوصلك للنهائي كاس عالم 2010 بعد جون في ماتش كان صعب، ماتش قبل النهائي ضد المانيا، والجون اللي جابه بكل رجوله وبكل استباقيه، والكره بتتلعب بعرضيه، وده مش مهاجم، ده مدافع، وبكل قوه بدماغه يسجل هدف في مانويل نوير تقريبا على ما اتذكر في الوقت ده مع المانيا، اذا ما كانش مانويل نوير تقريبا 2010 ممكن ما يكونش مانويل نوير. بس في النهايه ده راجل تخطى لك قبل النهائي ضد المانيا ووصلك النهائي ضد هولندا، وقدر ياخد مع اسبانيا يورو 2008، وقدر ياخد مع اسبانيا كاس عالم 2010. فكارلوس بيول مهاجم مدافع ما فيش غبار عليه ان هو لازم يكون في التوب 10. لكن اللي خلاني احط كارلوس بيول في مركز 10 مش عشان التسعه اللي قبله بس افضل منه، وهم افضل منه في امور وهقول لك اسبابها ايه، لكن برضه لان كارلوس بيول كان من بدايته في مسيرته، وممكن ده معلومه مش كل الناس عارفينها، كان بادئ رايت باك، كان بادئ باك يمين. عشان كده في اوقات في ماتشات لما يكون الدنيا بالمدافعين مثلا في مشكله او في حد اتطرد او في حد مستبعد او اصابات او غيره، كنت بتلاقي بيب جوارديولا في اوقات بيعتمد على بيول، وفي نهائي دوري ابطال اوروبا اعتمد على بيول في باك يمين.
فبيقول كان في بدايته باك يمين، بعد كده تحول لسنتر باك، معظم مسيرته كسنتر باك، لكن في النهايه مش مسيرته كلها كسنتر باك، مش مسيرته، لو مسيرته كلها كسنتر باك كنت ممكن اخليه مركز تاسع او ممكن مركز ثامن كمان عن اللعيبه اللي هقولها لك دلوقتي. المركز التاسع بالنسبه لي هو الالماني كوهلر. كولر بالنسبه لي من اللعيبه اللي ممكن ما خدش حقها شويه في بورسا دورتموند، واللي كان واخد الصيت شويه هو سمر، اللاعب برضو الالماني اللي انا مش حاطه في القائمه توب 10 رغم ان هو خد، او من اللعيبه القليلين اللي هو تقريبا في التاريخ كله 3 لعيبه في التاريخ كله واخدين بالون دور، هو واحد منهم، لكن رغم كده ما حطوش في التوب 10 وحطيت واديت افضليه لكوهلر عنه، لان انا شايف اللي انا شايف السمر شويه البيك بتاعه كان فتره زمنيه معينه وقليله، ما استمرش، الاستمراريه بتاعته كانت قليله. كولر من يوفنتوس خد مع يوفنتوس اليوروبا ليج، وقدر ياخد من يوفنتوس يوروبا ليج في النهائي، ودي حاجه بالنسبه لي يعني غريبه، ولما تتعمق فيها شويه في التاريخ هتلاقي خد النهائي مع يوفنتوس ضد بروسيا دورتموند اللي لعب معاه بعد كده، وخد نهائي دوري ابطال اوروبا، خد بطوله دوري ابطال اوروبا من يوفنتوس اللي كان بيلعب معاه قبل كده في نهائي دوري ابطال اوروبا 96، وحقق 3 دوري الماني، واثنين منهم كانوا مع بروسيا اللي هو المفروض الطرف الاضعف من بايرن ميونخ. وطبعا زي ما قلت لك اوروبا ليج ودوري ابطال اوروبا مع بروسيا في سيزون 96، وفي نفس الوقت خد كاس المانيا مع مدرب هو بيكنبار سنه 90، وكمل عناصر اساسيه هو كولر. فكولر بالنسبه لي يستحق يكون في المركز التاسع ده، وبسبب ان هو كان في فريق اضعف من فريق زي برشلونه بيب جوارديولا، فعشان كده حطيت ان كولر، ومعظم مسيرته طبعا كان هو مدافع، حطيت كولر كمركز التاسع، ومن اللعيبه اللي عندها الاستباقيه على المدافعين، ودور الاستوبر بالنسبه له كان بيقوم بيه زي الكتاب ما بيقول، ما بيعتمدش مهاجمين، بيضغط بكل قوه، وفي نفس الوقت ما بيتفلسفش، دايما الكره خلاص السهل ممتنع، بقطع الكره وشتت، اقطع الكره وبص لاقرب حد، فكولر كان من نوعيه المدافعين دي. فبالنسبه لي كولر هو في المركز التاسع من التوب 10 لافضل قلوب دفاع في التاريخ. بالنسبه للمركز الثامن، وهو ده بقى اللي هنتكلم فيها، هو ده المركز اللي انت مستنيه من اول فيديو وعايز تسمعه، باولو مالديني. طبعا بالنسبه لكم المركز ده باولو مالديني ده انت ما بتتفرجش على كوره عشان تسير الجدول وخلاص، تمام؟ ده مبدئيا ده اللي هيكون رايك لو انا قلت باولو مالديني ومشيت. بس تعال بقى انا اقول لك بقى انا اخترت باولو مالديني المركز الثامن ليه. طبعا في 7 قبله وهيجي برده بالتدرج، هتتاكد ان انا من وجهه نظري اعتبر الى حد ما من وجهه نظري هي صحيحه، وهقول لك برده من دلوقتي باولو مالديني كثامن ليه. باولو مالديني مركزه كله، وتفتح كده موقع ترانسفير ماركت هتلاقي ان باولو مالديني يعتبر ليفت باك مش سنتر باك. باولو مالديني مسيرته من 86 لحد خد يجي 9 سنين او 10 سنين في القرن 21، من 86 ل 99 باولو مالديني هو ليفت باك، مسيرته كلها تقريبا كان باك شمال، ماتشات قليله خالص كان بيلعب سنتر باك لو اذا كان في اصلا. فالمده الزمنيه دي اللي هي تقريبا 13 سنه كليفت باك، ومنها عامل مواسم تقيله جدا، لعب قدام مارادونا، لعب قدام عتاوله في مهاجمين العالم، بتكلم من مارادونا لحد كريستيانو رونالدو. فباولو مالديني والفتره الزمنيه دي من تقريبا 10 سنين كان في سباق البالون دور، يعني في 94 وهو كان ليفت باك كان في سباق البالون دور وخد مركز ثالث بعد اللي كان في مركز ثاني ساعتها روبرتو باجيو. وفي سنه 93 اللي هو في الوقت ده بقى سنتر باك خد المركز الثالث برضه في او 2003 خد المركز الثالث في البالون دور بعد تيري هنري وبعد اللي كان قبلهم نيدفيد، وكان قريب في النقط من تيري هنري، كان فرق تقريبا 5 نقط. فباولو مالديني استمراريه رهيبه طبعا كلاعب. باولو مالديني لو انا بعتبر كلاعب بقول لاعب، فباولو مالديني هو افضل مدافع في التاريخ، افضل لاعب في خط الدفاع. لو بتكلم خط الدفاع كمجمل سنتر باك مع ليفت باك مع رايت باك، فهو الافضل في التاريخ بلا نقاش. لكن باولو مالديني موجود في المكانه دي، وهو زي ما بقول لك 13 سنه في مسيرته كان ليفت باك. فده زي ما تشوف كده احصائيه، لو بتتكلم اكتر لعيبه سجلت اهداف بالقدم اليسرى في القرن 21 هتلاقي كريستيانو رونالدو واحد منهم، وتلاقي مثلا واحد زي محمد صلاح. طبعا لاعب عمل كارير محترم جدا، لكن محمد صلاح بالنسبه لكريستيانو رونالدو طبعا مفيش مقارنه كان من افضل لعيبه في التاريخ. ففي الوقت ده في المعيار ده هتلاقي محمد صلاح متفوق على كريستيانو رونالدو. هل معنى كده ان كريستيانو رونالدو ده حاجه تقل منه مثلا وتقول ده كريستيانو اقل من محمد صلاح؟ بل بالعكس، وجود كريستيانو والقدم القويه بتاعته اليمين في ترتيب من اكتر اللعيبه اللي سجلت بقدمها اليسرى، فده تحتسب لكريستيانو مش ضده. بالمثل بالظبط مع باولو مالديني وجوده في الليفت باك من افضل اللعيبه في التاريخ،
وبرده ممكن اللي هيظلمه شويه ان في لاعب زي روبرتو كارلوس مسيرته كلها كليفت باك، ومالديني 13 سنه بس كليفت باك. ده اللي ممكن برده اللي تقلله في المعيار ده شويه، بس برده هيفضل في التوب 3 في التوب 3 في كليفت باك، ووجوده برده في التوب 10 في سنتر باك، فده يحتسب لمالديني. لاعب زي ما قلت لك خد بطولات بالكوم، حتى الخمس بطولات الدوري ابطال اوروبا اللي خدهم 2 منهم بس كسنتر باك، معظمهم كليفت باك، 2 منهم سنتر باك اللي هو 2003 و2007. باولو مالديني اذا كان موجود مع ايطاليا في 2006 كاس عالم، لان باولو مالديني ما حققش كاس عالم، كنت ممكن عادي جدا اخلي باولو مالديني في التوب 5 ده، لا بس كان يكون، لان في الوقت ده كان هيكون ليفت باك. فزي ما قلت لك باولو مالديني من وجهه نظري هو المركز ده بسبب الكلام اللي قلت لك ده كله. لو شفت عدد المباريات اللي لعبها باولو مالديني كسنتر باك هتلاقي 300 وحاجه ماتش، في حين التسعه والثمان 9 10 انا مختارهم، العاشر كارلوس بيو 400 وحاجه، وكولر 500 وحاجه، ورغم كده ان هو عدد ماتشاته اقل منهم، واقل من نص ماتشات الناس اللي هقولها لك في التوب 7 دلوقتي. ده اللي قل مركزه، ووجوده في التوب 8 وفي التوب 10 رغم كل الكلام اللي بقوله لك ده، ورغم ان مسيرته معظمها ليفت باك، تعتبر ميزه ليه مش عيب. نيجي بقى على المركز السابع في التوب 10 افضل 10 مدافعين في التاريخ. بالنسبه للمركز السابع هو فان دايك مدافع، في ناس ممكن تحسه لو انت لسه مثلا بتتفرج في الوقت ده وبتحاول تاخد انطباع عن فان دايك في الفتره دي، يعني فان دايك مستواه ممكن يكون متذبذب في الفتره الاخيره، من بقاله موسمين تقريبا مستواه متذبذب، ولكن رغم كده لما بيفوق بيوصل فريقه لمراكز متقدمه جدا. لكن فان دايك من اول ما راح ليفربول لحد من سنه كده وسنتين، فان دايك ملوش حل. فان دايك عاد هيبه ليفربول، وعاد مكانه ليفربول للساحه الانجليزيه والساحه الاوروبيه. تخيل انك تاخد دوري ابطال اوروبا وتوصل 3 نهائيات دوري ابطال اوروبا 2018 وخدت 22 تقريبا، وتوصل ل 2025 2024 في النهائي، ونفس القصه تلاقي نفسك او 2019 خدت دوري ابطال اوروبا 2019 ووصل نهائي 2019 و2018 و2022. فده تعتبر انجاز بالنسبه لفان دايك، لان ليفربول من قبل عصر فان دايك وقبل عصر محمد صلاح وقبل عصر يورجن كلوب، ليفربول ما كانتش بتوصل اصلا دوري ابطال اوروبا. وتخيل برضه في نفس الوقت دوري انجليزي 2 دوري انجليزي، ويتعادل مع مانشستر يونايتد دلوقتي كاكتر الانديه حظا للدوري الانجليزي في التاريخ. اتكلم برضه ان هو في 2019 فرق نقطه او نقطتين عن البالون دور. لاعب في 2019 ياخد افضل لاعب في انجلترا، ياخدها من الرابطه، ياخدها من الصحفيين وغيره. كان في الوقت ده اتفاق قوي جدا ان فان دايك افضل لاعب في الدوري الانجليزي، وعمل بطوله قويه جدا. فبالتالي زي ما قلت لك فان دايك البيك بتاعه في 2019 كان تقيل جدا، واستمراريته برده كانت كويسه جدا، ومن اللعيبه الدور البول بلاينج ديفندر يعتبر تريد مارك باسمه، من اكتر اللعيبه جوده تنفيذ الدور ده كانت عاليه جدا، او ما زالت عاليه جدا مع فان دايك. اللاعب اللي كمل حتى بعد يعتبر اخر 2 لعيبه خلاص مشوا من الجيل الذهبي لليفربول، كان محمد صلاح وروبرتسون، ورغم كده فان دايك اللي مكمل من الجيل ده، واليسون مش عارف مكمل ولا لا، لكن في النهايه فان دايك هو اللي مكمل بالجيل ده، لان قيمه فان دايك مش عاديه. قيمه فان دايك خط الدفاع مهمه جدا، ويمكن يعوضوا محمد صلاح، ممكن يعوضوا روبرتسون، ممكن يعوضوا اسماء كتير جدا، لكن فان دايك هتبقى صعب شويه ان هم يعوضوه بالنسبه لليفربول. فبالنسبه لفان دايك هو المركز السابع في التوب 10 لافضل 10 ارتكازات، لافضل 10 قلوب دفاع في التاريخ، لان رقم 6 بالنسبه لي فابيو كانوفارو. يمكن اللي خلاني شويه ان انا اديله اولويه عن فان دايك ان فابيو كانوفارو بنفس البيك اللي حصل مع فان دايك، لكنه خد بيها كاس عالم مع ايطاليا، فقيمه كاس عالم اهم من دوري ابطال اوروبا. عامل بطوله 2006 كاس عالم خلته يبقى صاحب البالون دور في 2006، رغم ان ممكن تكون دي من المواسم اللي كانت فيها بالنسبه لي سرقه الكره الذهبيه، لكن وانتقاله من يوفنتوس لريال مدريد ده ممكن يكون عامل ضجه شويه، لكن في النهايه اتفق 100% ان هو من العناصر الاساسيه، وكان يعتبر مين بالنسبه لايطاليا في فوز كاس عالم 2006. ففابيو كانوفارو عمل مسيره
محترمه جدا، 600 وحاجه ماتش، وكان من اللعيبه رغم قصر قامته لكن كان عنده الارتقاء كان عالي جدا بالنسبه لقصر قامته، يمكن يعتبر من اكتر الارتقاءات في التاريخ. ففابيو كانافارو يستحق يكون في المركز ده بلا نقاش. المركز الخامس بالنسبه لي او التوب 5 بالنسبه لي، في التوب 5 هو اليساندرو نيستا. نيستا بالنسبه لي الفرق ما بينه وبين فابيو كانافارو رغم ان هو في 2006 مش المين مان، لكن نيستا تحقيقه الاسكوديتو مع فريق زي لاتسيو بعد كده حققه مع ميلان، فتخليني احط نيستا يتفوق على فابيو كانافارو. نيستا برضو من اللعيبه اللي التاكلينج تريد مارك باسمه. نيستا في التاكلينج عنده ما كانش عادي، ما كانش طبيعي، كان ما شاء الله لا قوه الا بالله، كان يضغط وياخد الكره من المهاجم بكل ارتياحيه، والتاكلينج بتاعه كان فيه قوه مش طبيعيه. فبالنسبه لي رقم 5 في التوب 5 هو اليساندرو نيستا. مركز رابع بالنسبه لي الايطالي شيريا مع يوفنتوس عمل انجازات قويه جدا، وكان من العناصر الاساسيه والمهمه جدا في تحقيق ايطاليا لكاس عالم 82، ولاعب من اللعيبه اللي تطور كتير جدا من الليبرو بعد تطوير طبعا بيكومبار لمركز الليبرو، او بيكومبار خلى الليبرو بالطريقه الجديده هو يعتبر اللي حطها على الساحه، لكن شيريا من اللعيبه اللي نفذتها بجوده عاليه جدا. والمركز الثالث بالنسبه لي هو سيرجيو راموس. هتيجي بقى دلوقتي تقول لي ده انت شكلك بتشجع ريال مدريد، لان انت لسه قايل دلوقتي ان مالديني معظم مسيرته كليفت باك، وبيول لعب رايت باك، ومش عارف اي لاعب من اللعيبه اللي قلت لك اللي انا خليت مراكزهم متاخره شويه ان هم في مسيرتهم لعبوا في مراكز تانية غير مركز قلب الدفاع. وراموس فعلا كان بيلعب رايت باك، كان بيلعب ظهير يمين في مسيرته لحد سنه تقريبا 2011، خصوصا بعد ما خلاص بيول اعتزل او اصابه بيول، وفي يورو 2012 بدأ يلعب بقى في البطولة المجمعة والبطولة القوية من البطولات الثلاثة في لأسبانيا في الفترة الذهبية بتاعتهم. سيرجيو راموس لعب في بطولتين فيهم كظهير يمين، ولعب في بطولة فيهم كقلب دفاع، فبالتالي انت كده معيارك مش فير. هقول لك انت كلامك صح وكويس انك يعني تنبيت في النقطة دي، لكن في نفس الوقت لازم أن تبص لها جزئية تانية. راموس لو بصيت بقى على الترانسفير ماركت هتلاقي ان راموس محسوب كسنتر باك، وده ليه؟ لان معظم مسيرته هو كسنتر باك. طب هل معظم مسيرته ده كسنتر باك تعتبر بالنسبه للعيبه تانية اللي لعبت او معظم او مسيرتها كلها كسنتر باك قليله ولا كتيره؟ هتلاقي تقريبا نفس مسيره اللعيبه اللي لعبت سنتر باك في معظم مسيرتها، لان استمراريه سيرجيو راموس كانت كبيره جدا، وتوهج سيرجيو راموس كان كسنتر باك. يعني الرباعيه اللي خدهم مع كدوري ابطال مع ريال مدريد وكان فيهم كسنتر باك، منها طبعا هو الرجل 10 البطوله اللي كانت غايبه عن ريال مدريد لاكتر من 11 او 12 سنه، خدها من اتلتيكو مدريد، وهدف اللي كان في اخر الدقايق في اخر الشوط الثاني. فراموس توهجه معظمه وكله كان كسنتر باك، زاد ان راموس من اللعيبه اللي متاخد عنها انطباع ان هو لاعب ستوبر، لعيب اجريسيف، لعيب استباقي في الضغط، لكن كره راموس اصلا في الاصل كره كويسه جدا، ولاعب بيخرج بالكره بعقل، ولاعب كورته كويسه، وسلام السلام عنده عالي جدا، لكن لان الانطباع عنه ان هو لاعب اجريسيف ولاعب قوي ولاعب التحاماته قويه ولاعب بياخد كروت صفراء وكروت حمراء، فده لاعب بيبقى يعني انطباع عنه ان هو مش لاعب قوي، لاعب قوي بس، لكن بالعكس فده يعني جزئيه قويه جدا تخلي راموس بالنسبه لي افضل من لاعب في مركز رابع، افضل من شيريا، وافضل كمان من نيستا. فبالنسبه له راموس هو من التوب 3 لافضل 10 قلوب دفاع في التاريخ. ورقم 2 بالنسبه لي هو فرانكو باريسي، اللاعب طبعا اللي بلا جدال وبلا نقاش هو من اكتر اللعيبه ومن افضل اللعيبه اللي لعبوا في دور الليبرو، من اللعيبه اللي خدت بطولات طبعا بالكوم مع اي سي ميلان، مسيرته كلها مع اي سي ميلان، لاعب خد تقريبا 3 أو 4 دوري ابطال اوروبا، تقريبا 3 دوري ابطال اوروبا مع اي سي ميلان، وكان من العناصر الاساسيه، وخد في سيزون تاني بالون دور بعد فان باستن، تقريبا كان 89 بعد فان باستن، وكان الثالث ريكاردو وكان الثاني. فمسيره فرانكو باريسي ما كانتش عاديه، بروفايل واداء برضه مش طبيعي، فيستحق عن جداره بالنسبه لي يكون
اللاعب رقم 2 في افضل 10 قلوب دفاع في التاريخ، لان اللاعب رقم 1 والزاجوت بالنسبه لي وبعيد عن بقيه المراكز هو بيكنبار. زي ما قلنا في الارتكاز ان لا لوثر ماتيوس بعيد عن بقيه المراكز، فهنا برضو بيكنبار بعيد عن بقيه المراكز. لاعب قدر او اللاعب الوحيد كقلب دفاع اللي حقق 2 بالون دور سنة والاثنين في السبعينات 72 تقريبا و76 هو بيكنبار. بيكنبار لاعب بطل كاس عالم مع المانيا وبطل يورو مع المانيا، لاعب يطور مركز الليبرو واللي اداله طابع هجومي من اللعيبه اللي مش الليبرو بقى، ما كانش مجرد دفاع بس، لا بيكنبار نفذه على اكمل وجه، زي لو اللفظ نفع يعني. فبيكنبار بالنسبه لي هو الزاجوت بالنسبه لقلوب الدفاع في التاريخ، لان السويبر زي ما قلت لك هو من الادوار الخمسه لقلوب الدفاع. سنتر باك بالنسبه للناس يقول لك ده بعيد عن الليبرو، لكن الليبرو هو جزء لا يتجزأ من مركز قلب الدفاع. فبالنسبه لي هو ده ترتيب افضل 10 قلوب دفاع في التاريخ من وجهه نظري دلوقتي بعد ما شفت كلامي بالتفصيل للاختيارات وسبب الاختيار. اظن مش هتختلف معايا بصوره كبيره، ولو حاسس او شايف انك ممكن تختلف معايا في الترتيب قول لي، او لو في اسم تاني المفروض يكون موجود من التوب 10 قول لي برضو في التعليقات بالنسبه لك هو مين، والترتيب بالنسبه لك هو ايه.